السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض الحمام المحشي رز في الكيس الحراري بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبجد مش هياخد اي وقت ولا مجهود منك. واللي خايفة بقى ان الحمام يفرقع منها في الشوربة ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده الحمامية حلوة وماسكة نفسها ومفيش اي بهدلة. هنعرف كل التكات والحركات، بس ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه كده انا جبت بصلايه فرمتها فرم ناعم في الكبه يعني، وحطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود وهدعكهم كويس كده. وطبعا الحمام بتاعي انا غسلاه كويس ومظبطاه يعني بالليمون والملح، وسبته يتصفى خالص كده. هاخد بقى كل حمامية كده وهدعكها بالبصل والملح والفلفل دول من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كده، من كل حتة في الحمامة. مش هسيب اي حتة الا لما احط فيها البصل والملح والفلفل، بيفرق جدا في طعم الحمام. هسيبهم بقى كده تقريبا ساعة عقبال ما اجهز الرز ويبرد يعني. حطيت طبعا اي مادة دهنية عندك، سمنة على زيت، وحطيت البصل. اول ما هيدبل هنزل بالرز بتاعي مغسول. طبعا كمية الرز براحتك يعني، انا بعمل بزيادة عشان بسويه وبناكله جنب الحمام. حطيت التوابل بتاعتي، قرفة وملح وفلفل ورشة جوز الطيب. وطبعا لازم كل رزاية كده تتغلف بالسمنة، اشوحه كويس جدا على النار. زي ما انتوا شايفين كده التوابل بتاعته سهلة جدا وبسيطة. هجيب بقى تقريبا يعني كوباية مية مغلية، يعني زي ما انتوا شايفين كده المية مش باينة من الرز، وهسيبها 10 دقايق. وبعد كده هفضي الرز في طبق عشان يبرد عشان احشيه. طبعا لو عايزة تحطي كبد وقوانص ممكن قبل الرز تنزلي بالكبد والقوانص يتشوحوا. هنا بقى بحشي الرز كده. طبعا كلنا عارفين بنحشي الرز من جوه وما بنكبسهوش قوي كده عشان يستوي، ومن تحت الجلد كده برضو. والرقبة بتاعته، انا الرقبة هنا عندي مقطوعة فجايبة اللي هي الخلة. هعملها كده الجلد ببعضه علشان الرز ما يطلعش يعني منها. وهنضف طبعا الحمامية كويس جدا، ومولعة الفرن كمان على درجة حرارة 200. ومجهزة الكيس الحراري بتاعي كده. خلاص بص الحمامة جهزت اهي تمام. كل الحمامة انا خلصت الكمية بقى مع نفسي كده، وجبت الكيس الحراري اهو. هرص الحمام كده جنب بعضه، اهم حاجة ما تلزقوش جنب بعض. ومسخنه ميه، هحط في الصينيه حوالي كوبايه ميه. بعد ما اقفل الكيس الحراري كويس كده وافتحه فتحتين من فوق علشان بس البخار يطلع. وبس كده هدخله على درجه حراره 200 تقريبا ساعه، ساعه وربع، وهيكون استوى زي ما انتوا شايفينه كده. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.